ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا اقول لكم معلومات مهمه جدا عن البيض لصحتك وصحه اولادك. البيض الشوائب اللي عليه دي قبل ما تسلقيها لازم تغسليها، انقعيه الاول 5 دقايق في الميه، هتلاقي الحاجات دي كلها طريت. الحاجات دي طبعا البيبي بتاع الفرخه، انت يعني مش محتاجه ان انا اقولك بس لازم اقولك. هنغسله كويس جدا. والبيض معلومة كمان، ما تغسليهوش قبل ما تستخدميه على طول تغسليه، ما تغسلوش قبل ما تحطيه في التلاجة. حطيه في التلاجة زي ما هو كده، وعند الاستخدام امسكيه اغسليه زي ما انت شايفة كده. انقعيه وبعد كده اغسليه بالمية من الحنفية، مية جارية كده، ونضفيه وخليه زي القشطة كده، زي ما انت شايفة. تمام. تمام. دي المعلومات المهمة عن البيض. بعد ما هنغسل البيض بقى ونخليه زي الفل كده وزي القشطة، هنحطه بقى في الحلة تاني. طبعا هنغسل الحلة بتاعتنا وننضفها ونحط عليه المية بتاعته، والبيض يبقى في حاجة واسعة زي ما انت شايفة كده، ويبقى بعيد عن بعضه علشان لما تيجي تسلقيه ما يتخبطش في بعضه ويتكسر منك ويطلع من القشر. هنا بقى نحط معلقة خل ومعلقة ملح. الملح طبعا عشان القشرية لما تيجي تقشريه تطلع معاكي بسهولة، والخل ده تعقيم. تمام. مادة معقمة. استودعكم الله ومع ألف سلامة.